السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. يا رب دايما تكونوا بخير. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النهاردة الفيديو بتاعنا عن النوم. اغلبنا مش بيعرف ينام كويس، او لو نام بيبقى النوم قلق. نادر قوي الناس اللي بتوصل لمرحلة النوم العميق، او نادر لما انا كشخصي اوصل في يوم كل شهرين مثلا ان انا نمت نوم عميق فاصحى فايقة. عارفين لو الانسان نام نوم عميق لمدة 8 ساعات متواصلة في اوضة ضلمة ما فيهاش اي اضاءة، وبعد عن شاشة الموبايل والتلفزيون واللابتوب ساعة قبل النوم او ساعتين، وحاجات تانية كتير هنقولها في الفيديو، هتحسن مودك، هتقلل الكورتيزول في جسمك، هتقلل مقاومة الانسولين، هتخلي جسمك حساس للانسولين، مستقبلات الانسولين هتتفتح وبالتالي سكر الدم مش هيعلى. حاجات كتيرة جدا هتحصل لو نومنا بقى مظبوط. احنا الميكانيزم بتاع جسمنا سبحان الخالق معقد جدا، وحتى لو الناس بتاخد فيتامينز، وحتى لو الناس غذائها تمام وقدرة الله سبحانه وتعالى، جسمك هيمتص الاكل ده ولا لا؟ هتستفاد منه ولا لا؟ الفيتامينز نفس الحكاية. خلينا نقول ان في حاجة اسمها الساعة البيولوجية، بمعنى انا بنام كل يوم في ميعاد الساعة 12 وبصحى الساعة 6 عشان اروح شغلي. لو استمريت على الحالة دي حتى لو نوم ارق، حتى لو نومك فيه نوم ارق، هتيجي في يوم اجازتك هتلاقي غصب عنك بتقلق الساعة 6 من غير منبه. دي اسمها الساعة البيولوجية، اسمها موجودة في المخ، اسمها النواة فوق التصالبية او التصالب. فالنواة دي هي اللي بتنبهك. تمام. لما بننام نوم عميق وبنوصل للمرحلة الثالثة بنصحى المود بتاعنا كويس، نعرف نشتغل، نعرف ندي طاقة، لان كل حاجة، المناعة اشتغلت بالليل، الميتوكوندريا اعادت طاقتها، بدأ الكورتيزول يقل، الادرينالين بيقل، فالباراسمبثاتيك اشتغل، فالدنيا بقت كويسة. طيب احنا عندنا عوامل كتير قوي بتمنع النوم. اول حاجة الاكسجين مهم جدا جدا عشان نعرف ننام. الاكسجين لو قل في جسمنا بتبقى ازمة. ليه بقى؟ احنا عندنا اكتر مكانين فيهم ميتوكوندريا، القلب والمخ. والقلب والمخ فيهم ميتوكوندريا، والميتوكوندريا بتحتاج الاكسجين عشان تدينا طاقة. فلو الدنيا مش شغالة صح، بمعنى بالبلدي كده، لو الدنيا مش شغالة صح هيحصل مشكلة في النوم. تاني حاجة الكورتيزول لما يكون عالي، ودي مشاكل الغدة الكظرية اللي انا شرحتها في فيديو قبل كده، ان شاء الله تعالى هبقى اسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. فالغدة الكظرية لما يبقى عندنا مشكلة فيها، وبيبقى الكورتيزون عالي والادرينالين عالي، طبعا ده بيبقى زي ما قلت لكم سياسة الكر والفر اللي هو فايت اور فلايت. فازاي انا مخي هيبقى مترجم ان انا هربان من حاجة او قلقان من حاجة او خايف من حاجة وهعرف انام. فطبعا دي تاني حاجة بتقلل قدرة على النوم. تالت حاجة فيتامين دي. فيتامين دي مصدره حاجتين، لان فيتامين دي علشان ناخده من المأكولات في الحقبة الزمنية اللي احنا فيها دي هيبقى صعب. يا اما تعرض نفسك للشمس نص ساعة كل يوم وتستحملها، او تاخد فيتامين دي. وموضوع فيتامين دي هنبقى نشرحه في فيديو لوحده، عشان موضوع التوكسيسيتي بتاع الفيتامين دي اللي بعض الاطباء بيقولها ان الفيتامين دي بيتحول لسمية في الجسم. لا، هو مش بيتحول لسمية في الجسم، هو امتصاصه بيقل في الجسم، زي الانسولين يدخل السكر للخلية زي ما شرحت برضو قبل كده، زيه زي الكورتيزول لما بيعلى، زيه زي اي حاجة. الفيتامين دي نفس المشكلة. لكن فيتامين دي بالجرعات اللي احنا بناخدها اللي هي 10000 وحدة كل يوم، دي مفيش منها اي ضرر. وبرضو يعني يرجى ان احنا برضو نتابع مع دكتور ونشوف التحليل بتاعنا فيتامين دي في الجسم قد ايه عشان نعرف نحدد الجرعة بالظبط. تالت حاجة المغنيسيوم. شرحت برضو في فيديو قبل كده ان المغنيسيوم مفيد جدا للنوم، المغنيسيوم جلايسينات بالاخص. رابع حاجة بتقلل النوم عندنا اللي هو الديفيشنسي في الكالسيوم. ليه زمان اهالينا كانوا بيدونا كوبايه لبن دافي قبل ما ننام، ويقول لك خد كوبايه اللبن دي اشربها علشان خاطر علشان خاطر تعرف تنام، علشان معدل الكالسيوم يبقى مظبوط في الجسم، وده بيساعدنا على النوم. من الحاجات المهمه عشان تعرف تنام ان الاوضه تبقى ضلمه، ما يبقاش فيها نور،
انك تبعد عن شاشه الموبايل والتلفزيون واللابتوب قبل النوم بساعه، ده على الاقل، لان دي اسمها اضواء زرقاء، فدي بتحفز نشاط المخ. احنا محتاجين الاشعه تحت الحمراء، والاشعه تحت الحمراء على فكره ممكن ناخدها من الشمس، ودي بتخترق الملابس عادي جدا. يعني الشمس وانت لابس هدومك كده، لو مشيت في الشمس الاشعه تحت الحمراء هتدخل، ده في ناس بتاخدها جلسات. فاحنا مهم عندنا الاشعه تحت الحمراء. بلاش كمان الكافيين من الساعه 4 العصر تقريبا، يعني القهوه والشاي نقللهم خالص 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 على قد ما نقدر، ونوقفهم من 4 العصر عشان بعد كده ما يحصل لناش ارق وما نعرفش نوصل للمرحله الثالثه في النوم. الهدوء يا جماعه، النوم بدري، النوم في المواعيد بتاعه النوم اللي هي من الساعه 11 او قبل كده بساعه او بعد كده بساعه لبعد الفجر او للفجر عشان نصلي الفجر. دي كلها حاجات مهمه علشان خاطر ننام كويس. عندنا كمان الوساده اللي بننام عليها، الوساده اللي بننام عليها لازم تكون مريحه، لان طول ما انت بتنام على مخده مش مريحه برضو النوم بتاعك مش هيبقى تمام. في حاجه من الحاجات المهمه جدا بتحصل وبتسبب قله النوم، ودي عندي انا شخصيا والحمد لله رب العالمين بدأ ربنا يعافيني منها. الناس اللي بتسمع نبض في ودنها وهي نايمه، تيجي تنام على المخده تلاقي النبض، سمع نبض، بيبقى نقص في البوتاسيوم، نقص في عنصر البوتاسيوم في الجسم. الناس اللي عندها مشكله في البوتاسيوم بتسمع نقص البوتاسيوم اصلا بيعلي نبض القلب. نبض القلب المفروض من 65 ل 70، انا عندي نبض القلب يوصل ل 120. فانا فعلا ما كنتش عارفه ايه ده، يعني طب ليه انا نبضي بيوصل لكده، وانا احيانا ضغطي كان بيبقى مظبوط والنبض عندي عالي. فبالتالي البوتاسيوم مهم جدا، لما يكون في بوتاسيوم مظبوط في الجسم مش هنسمع نبض وهننام كويس. دي سريعا ملخص للحاجات اللي بتخلينا نعرف ننام كويس. ففي حاجتين عايزين نقولهم كمان. مقاومه الانسولين، الناس اللي عندها مقاومه انسولين ما بتعرفش تنام كويس. طب ليه؟ في حاجه اسمها تريبتوفان بتتحول لسيروتونين، بتتحول لميلاتونين، وده اللي بيساعدنا اساسا في النوم. ودكتور بيرج اللي انا متابعاه هو ضد فكره ان الناس تاخد ميلاتونين اقراص خارجي، لان زيه زي اي حاجه بتحصل. فاكرين لما قلنا في الغده القذريه لما بناخد كورتيزون من بره، في الغده القذريه بتقول لك تمام كده انا قوي استريح بقى، ما انا ايه، الكورتيزول جاي من بره بيبقى مضاد للالتهاب وعايش حياته، فاستنوني بقى انا كده اريح شويه. نفس الحكايه ان الميلاتونين بيفرز عن طريق الغده الصنوبريه، وبالتالي لما بناخده من بره بيحصل ايه؟ الغده الصنوبريه بتريح، يقول لك سيبوني بقى انا شويه ايه اريح. تيجي توقف الميلاتونين هي مريحه، مش هتشتغل تاني بنفس كفاءتها. فبالتالي هو وجهه نظره ان الميلاتونين الخارجي غير مستحب. احنا نتبع العناصر اللي احنا محتاجينها للنوم. وطبعا تاني حاجه التنفس. فاكرين لما قلت لكم آلية التنفس اللي بتساعدكم على النوم؟ انا عن نفسي جربتها وبدات انام. اي نعم ما بعرفش لسه انام 8 ساعات، ولكن جربتها وبعرف انام الى حد ما احسن من الاول، وكمان بدات اركز وما بقتش اسمع النبض اللي بيجي لي في ودني. آلية التنفس عامله كده، بتعد 4 في سرك وانت بتاخد الشهيق، بتعد 4 في سرك وانت بتاخد الزفير عشان تنزله، وده علشان نعمل تعزيز للمخ للريست اند دايجست، للباراسمباثيك سيستم. مفيش كورتيزول عالي، مفيش ادرينالين عالي، انت بتحفز الآلية ان هي ايه، تهدى. تلاقي نفسك ايه 4-5 مرات عملتها تلاقي نفسك بتتاوب لوحدك لمده 3-4 دقايق. لو استمريت على التمرين ده هتلاقي نفسك رحت في النوم. بس مش عايزين نفكر في حاجات تضايقنا في وسط القصه دي، هنهوي دماغنا. نقطه مهمه قوي ان كتر الكربوهيدرات والسكر اللي انا نفسي امنعهم واطلعهم من حياتي خالص، او اتبع سياسه اللو كارب اللي هو كربوهيدرات قليله. المهم ان الكربوهيدرات والسكريات، الكربوهيدرات برضو بيتحول لسكريات في الجسم، دول بيستنفذوا فيتامين بي. وفيتامين بي احنا قلنا ان هو مهم جدا لينا، لانه بيحفز ان الغده القذريه تشتغل بشكل منتظم، وبالتالي الكورتيزون يبقى مظبوط، الادرينالين يبقى مظبوط، وكمان بقيه الهرمونات تبقى مظبوطه، فالاجهزه تمشي تمام. فاحنا
هنزود كربوهيدرات يبقى لازم ناخد فيتامين بي من غير كلام. فيتامين بي لو انت عندك مشكله في النوم هتاخده قبل النوم مره واحده بالليل. مش هاكد عليكم، الشمس ربنا انعم علينا بيها، ان بلدنا بيجي لها الشمس تقريبا طول السنه الا في شهرين بتوع الشتاء، وكمان برضو احيانا بيبقى فيهم شمس، فاحنا بناخد فيتامين دي من الشمس، وفيتامين دي مهم جدا جدا علينا. ان شاء الله هنعمل له فيديو لوحده، ومحدش يقلق من السميه بتاعت فيتامين دي. تاني حاجه الاشعه تحت الحمراء برضو بناخدها من الشمس. الاشعه تحت الحمراء بتعزز الميلاتونين في الجسم، يعني معنى كده ان احنا عندنا الغده الصنوبريه بتطلع لنا ميلاتونين، والشمس كمان لما بنتعرض ليها الاشعه تحت الحمراء بتدينا ميلاتونين. فيتامين بي يا جماعه مهم جدا جدا، يا ريت ما نتجاهلهوش. يا ريت لو تابعنا 5-6 من الحاجات اللي احنا قلناها، النوم في الضلمه، الحاجات اللي احنا قلناها، عدم التعرض للاشعات الالكترومagnetic فيلد اللي انا قلت لكم عليها، اللي هو التلفزيون والموبايل وشاشه اللابتوب او الكمبيوتر، كل الحاجات ديت ان شاء الله باذن الله تعالى هننام نوم صحي وهادئ. تاني يوم المود بتاعنا تمام، مش هلكانين مش تعبانين، هنقدر نقوم بشغلنا كويس، هنقدر طاقتنا تبقى تمام وكويسه، مش هنبقى محتاجين لكافيين عشان الدنيا تبقى تمام معانا ونعرف نظبط دماغنا، مش هنبقى محتاجين لحاجات مضاده للالتهاب. حاجات كتيره هتفرق معانا. الكورتيزون لما يقل الالتهاب بيقل، مفيش وجع في الرجل، مفيش وجع في الظهر، مفيش وجع في المفاصل، مفيش الم عضلات لان المغنيسيوم تمام. كل الحاجات دي مهمه جدا للنوم. احنا كل زي ما قلت لكم قبل كده، احنا جسمنا سبحان الخالق، جسمنا عباره عن حلقه مغلقه وفي قمه التعقيد، فحتى لو احنا بناخد الفيتامينز في ميعادها، حتى لو بناكل اكل صحي، ممكن الاكل ما يمتصش بطريقه سليمه، فالخالق هو اللي بيساعدنا ان احنا جسمنا يمشي بالآلية الصح وبيدينا الصحه، فهي اولا واخيرا من عند الله. احنا بنتبع بس العلم، علميا بنتبع الاسباب، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيبارك لنا في الغذاء ده، بيبارك لنا في الفيتامين دي، بيجعل امتصاصنا سليم. فكده تبقى الفيديو بتاعنا خلص النهارده، بس مش ناسيين ان احنا نقول السؤال، اجابه السؤال بتاعه المره اللي فاتت. اجابه السؤال كانت ان في سوره قرانيه فيها مرتين بسم الله الرحمن الرحيم وهي سوره النمل، وفي سوره قرانيه ما فيهاش بسم الله الرحمن الرحيم وهي سوره التوبه. سورة التوبة معلش، هو طبعا انا مش قلبة الكاميرا، بس اهو زي ما انتم شايفين ما فيهاش بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النمل اهي فيها اول بسم الله الرحمن الرحيم اهي. سورة النمل زي ما شفنا فيها بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في بداية السورة، وبعد كده في الآية 28-29 بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. ده لما ملكة سبأ جالها الرسول علشان خاطر تؤمن بالله وتسلم. طبعا عارفين ان احنا كلنا مسلمين من بداية سيدنا إبراهيم، فهي كانت بتاخد رأي الناس اللي حواليها، فكان في الآية 29 كلمة وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. دي كانت إجابة سؤالنا في الفيديو اللي فات. أتمنى أكون عرفت أفيدكم. أشوفكم بخير، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، وهستناكم في فيديو جديد وللحكاية باقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.